ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين. هنجاوب النهارده على السؤال بتاع هل احنا بنلبس بالطو في الكليه؟ ايوه، احنا بنلبس بالطو في الكليه، والبالطو هيكون شيء اساسي معاك. فاحنا ممكن نبدا كده نقول للناس تبدا تشتري ايه. اللي هنبدا نشتريه من دلوقتي هو البالطو. اوكي. طبعا نجيبه يكون مقاسه كويس علشان في الصيف يكون مناسب، وكمان احنا الدراسه اغلبها في الشتاء، فيكون لما نلبسه فوق الهدوم ما يبقاش شكله مكلكع كده وشكله عبيط. فاحنا نجيب مقاس كويس، بالطو شكله كويس بيتغسل باستمرار واحنا في الجامعة، وهكذا يعني نحاول نحافظ على برستيجنا يعني. تاني حاجة، هيبدأ البالطو معاك من سنة أولى، هتبقى موجود في السكاشن. المحاضرات احنا مش بنلبس بالطو، في المحاضرات بتبقى بهدومك العادية، الخروج العادي. بس في الشغل البراكتيكال لازم يبقى فيه بالطو. وبعد كده لما هنبدأ الراوندات والعملي، هيبدأ بقى نشتغل بالسكراب، لأن السكراب هيكون أسهل من البالطو في الشغل البراكتيكال بالذات. حتى بعد كده انت ممكن تيجي اصلا بالسكراب من بيتك يعني. احنا كنا بننسى لبس الخروج اصلا فتره كده. فالسؤال يعني ان هو بنلبس بالطو في الكليه، بنلبس بالطو في الكليه، والناس بقى تبدا تشتري البالطو. يلا، بس كده. شكرا.